خدي عيالك معاكي وشوفي بقى مين هيصرف عليهم. مالك يا حبيبي قاعد مهموم كده ليه؟ عملت ايه في القعده النهارده؟ تعبت يا لولو، اخواتي الولاد حكموا المحل اللي باكل منه عيش يكون لاخواتي البنات، واحنا كل واحد فينا شقه اللي انا قاعد فيها دي. زعقت وبهدلت الدنيا وفي الاخر ما طلعليش غير 4000 جنيه دول، يعني هبدا من الصفر تاني. ولا يهمك، وبعدين احنا نحمد ربنا ان احنا عندنا شقه وبصحتنا، وبعدين هنبدا مع بعض من الاول تاني. نبدا ازاي يا لولو؟ انا ما احتكمش غير على 4000 جنيه، اخر فلوس معايا صرفتهم على تعب ابويا والعزا بتاعه. خد دول بيعهم هيطلعوا لك مبلغ كويس، على قرشين انا كنت مدبقاهم من المواسم بتاعت اهلي هيعملوا محل صغير كده ان شاء الله. بس ده دهبك انت يا لولو، ابوك كان جايبهولك هديه، يعني انا مش جبتلك دهب يوم فرحك كمان اجي اخد دهبك؟ لا مستحيل. لو مش خدتهم هنزل انا بيعهم، وان شاء الله ربنا هيكرمك وهتجيب لي اضعافهم. ربنا يبارك لي فيك يا حبيبتي، طلعتي اصيله. يلا يا محمد عشان تتغدى. جاي اهو يا لولو. شكلك تعبان يا حبيبي. اللهم بارك، مش ملاحق على الطلبيات والشغل. الحمد لله. طب ما تشوف حد يساعدك في الشغل. ما انت عارفه يا لولو بخاف اجيب حد غريب يسرقني زي ما حصل قبل كده. عندك حق والله، بس كده هيبقى ارهاق عليك قوي. طب اقول لك انا هنزل معاك يومين تعلمني الشغل، وانت تنزل بقى بعد كده الفتره المسائيه وانا الفتره الصباحيه. والله فكره يا لولو، بس في مشكله، العيال. هوديهم عند امي كل يوم وانا نازله الصبح، المهم راحتك يا حبيبي. ماشي، وانزلي معايا من بكره، يا اصيله يا بنت الاصول. الف مبروك يا حبيبي على المصنع الجديد. الله يبارك فيكي. كنت عايزه اطلب منك طلب. اتفضلي. كنت عايزه اجيب خاتم ذهب عشان وانا رايحه فرح بنت خالتي. مش وقت يا لولو، لما ربنا يفرجها. ما الحمد لله ربنا فارجها عليك من وسع. يوه، بقول لك صحيح، اقعد انت في البيت خلي بالك من العيال، انا جبت واد غلبان كده هيشتغل معايا في المحل القديم. ماشي يا حبيبي اللي انت شايفه. انا نازل يا لولو. استنى يا محمد والنبي، كنت عايزه 200 جنيه اجيب فرخيه واجيب شويه خضار عشان اعمل لكم الغدا. اتفضلي 100 جنيه اهي، انا هتغدى بره النهارده. بس دي مش هتجيب فرخه وخضار يا محمد. سلك يا لولو، يلا سلام. ماشي مع السلامه، ربنا يرزقك ويفتحها في وشك يا رب. يلا مالكوش حظ يا بنات النهارده تاكلوا حته فرخه وشويه خضار، هاكلكوا كشري تاني. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. أحضر لك العشاء؟ لا انا اتعشيت بره، خش نام انت. طيب أنت مش هتنام؟ لا. طيب اللي قول لي طول ما أنت قاعد في البيت ماسك الموبايل بتكلم مين دلوقتي؟ بعمل شغل مهم، خش نام انت وانا هحصلك. يا لولو يا لولو. ما بتعيط يا بابا. بتعيط ليه؟ تعالى نشوفها كده. رايحة فين يا لولو؟ انت مسافرة ولا ايه؟ طلقني يا محمد.
في يا بنتي انت صحيتي الصبح عايز تطلقي ولا ايه؟ طلقني صحيح، مبروك يا عريس. ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ انت مش هتبطلي جنان وتعالي برضو؟ انا اتجننت يوم ما عملتك بني ادم ووقفتك على رجليك من خير اهلي، ووقفت معاك من لما فتحت محل صغير لغايه سلسله محلات ومصانع. هو ده جزاتي؟ ان عملتك راجل قدام الناس. انا راجل غصب عنك وعن اهلك. اهلي دول اللي استلفت منهم فلوس عشانك، ولما يبقى معاك قرش تروح تتجوز عليا انا واحده من الشارع. خدي عيالك معاكي وشوفي بقى مين هيصرف عليهم. يلا يا بنات. ايوه يا محمد، المدارس بعد اسبوع، بناتك عايزين مصاريف المدرسه وهدوم المدرسه. ارجعي يا لولو، انت وحشتيني انت والعيال. انا مش عارف اعيش من غيركم. انت كان عندك حق، انا اتجوزت فعلا واحده من الشارع. انا لو لفيت الدنيا دي مش هلاقي واحده زيك. انا متصله بيك عشان مصاريف المدرسه، ومش هرجع لك لو على جثتي. انا شفت معاك اسود ايام حياتي. بقى كده؟ طب مفيش مصاريف مدرسه، يبقى خلي اهلك بقى يدفعولك، انا مش عندي عيال. اعمل ايه؟ ارجع له عشان العيال ولا اصرف عليهم ازاي في الغلا اللي احنا فيه ده؟ واهلي كفايه عليهم اكلهم وشربهم، مش انت عارفه اعمل ايه يا رب.